كل جرح بعد الخياطة بيختفي لوحده. أحيانا بيكون الأثر اللي موجود مش بسبب الخياطة بس، لكن بسبب طبيعة الجلد وطريقة الالتئام. بعد أي إصابة أو جرح الجسم بيكون أنسجة ليفية عشان يقدر يقفل بيها الجرح، لكن في بعض الأحيان بيكون النسيج ده ممكن يبقى سميك أو بارز عن مستوى سطح الجلد، أو لونه مختلف عن الجلد الطبيعي. هنا بقى يجي دور جراح التجميل في التدخل مع حضرتك ما بعد الخياطة. التدخل ممكن يكون بسيط عن طريق جلسات لتحسين شكل الجرح، أو حقن مادة. في بعض الأحيان ممكن نعمل تدخل جراحي بسيط لإعادة ترتيب الأنسجة بشكل أفضل. القرار هنا بيعتمد على أكتر من حاجة: مكان الجرح، وقت الخياطة، طبيعة جلد حضرتك، وده أهم حاجة في الموضوع. لو في عندنا جرح مأثر علينا نفسيا أو بيعيق حركتنا اليومية، تقدر تبعتلنا على رسالة صفحة ونشوف نقدر نساعد حضرتك ازاي من خلال التواصل مع فريق العيادة بتاعتنا. كان مع حضراتكم دكتور محمد بشر، استشاري جراحات تجميل والحروق وجراحات السمنة المفرطة وتنسيق القوام.